كلنا عارفين انك عشان تنزل الدهون وتنزل في الوزن محتاج تعمل حاجه اسمها عجز في السعرات الحراريه، اللي هو تشوف سعرات الثبات بتاعتك قد ايه وتنزل عنها 500 او 600 سعر حراري. وهنا بقى يجي السؤال الشهير اللي بيتسال لي كتير، يعني انا لو قدرت ان انا اخد عجز في السعرات الحراريه من الاكلات العاديه جدا زي الجانك فود والكلام ده هيخليني ان انا اخس ولا لا؟ قبل ما نرد على السؤال ده لازم تعرف الفرق ما بين السعرات الحراريه المطلوبه لجسمك والقيمه الغذائيه المطلوبه. يعني صحيح انت محتاج تعمل عجز في السعرات الحراريه، بس في نفس الوقت جسمك محتاج البروتين عشان يكون الخلايا العضليه وخلايا الجسم بشكل عام، ومحتاج الكربوهيدرات عشان يمد جسمك بالطاقه لان ده مصدر طاقته الاولاني، وبيحتاج الدهون الصحيه للحفاظ على الوظائف الحيويه لجسمك. يعني انت محتاج تعمل عجز في السعرات الحراريه بس في نفس الوقت تحافظ على القيمه الغذائيه للاكل اللي بيخش لك كل يوم. وعشان كده ما ينفعش ان انت تاخد سعراتك الحراريه كل يوم من الجانك فود او من الشوكولاته مثلا او من السكريات بس كده. وده كان موضوع فيديو النهارده. ما تنساش تتابعنا على اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك والتيك توك.